السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في خبر تداولته العديد من الصحف الرياضية، حكيم زياش يصل إلى باريس لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان. وفي هذا الاتجاه علق الناخب الوطني المدرب وليد الكراكي عن إمكانية انتقال زياش إلى باريس سان جيرمان. وقال وليد الكراكي: حكيم زياش في البي اس جي، التنافسية هناك ستكون صعبة في باريس سان جيرمان، واللعب هناك سيكون أصعب من اللعب في نادي تشيلسي. وكما أيضا أضاف المدرب كريستوف غالتي: الأمر صحيح، نحن نعمل من أجل صفقة حكيم زياش والمحادثات لا زالت جارية. حكيم زياش في باريس من أجل الفحص الطبي، وهذه هي مدة العقد. وهذا ما تداولته الصحف. حل حكيم زياش خلال الساعات القليلة الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أكدته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، في انتظار أن يتم حسم في الصفقة انتقاله من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، إذ يتحتم على كل الأطراف التوصل إلى حل يرضي الجميع قبل ما تم يومه الثلاثاء 31 يناير، الذي يعتبر اليوم الأخير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وتؤكد صحيفة ليكيب أن حكيم زياش في حال توصل الفريقين إلى اتفاق مرضي بينهما سيلعب للنادي الباريسي لمدة 5 أشهر فقط، أي إلى نهاية الموسم، وأن عقد الإعارة لن يرد فيه أي بند للشراء مع ما تم الموسم. وفي حال حسم البي اس جي الصفقة لصالحه، فإن زياش سيخضع اليوم للكشف الطبي الروتيني كما هو معمول به عند التعاقد. أوضحت أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وتشيلسي تتقدم بسرعة كبيرة في الوقت الحالي فيما يتعلق بصفقة زياش. وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن حكيم زياش يفضل فكرة مغادرة تشيلسي والانتقال إلى باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد، حيث أبدى الأخير رغبة مماثلة في ضمه. وأفادت بأن زياش سيرحب بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان حتى ولم يتوصل الناديان اتفاق مرضي بينهما. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.